وانا قابل حكمك مقدما يا عم الحاج. اللي تقول عليه ماشي يا عم برهان. المحل الكبير ياخده حافظ هو والمحل بتاع شارع فاروق، والثلاث محلات التانية تاخدها انت، والبضاعة اللي في المخزن والفلوس اللي في البنك لحساب التجارة تتقسم النص بالنص، ما عدا حصة 20% ياخدها شوقي نظير المعمل اللي هتاخده انت. ازاي تسيبهم يضحكوا عليك؟ بقى شوقي ياخد 3 محلات ونص الفلوس والبضاعة كمان. مؤقت بس يا دولت. وقت يعني ايه؟ يعني تديله المحلات والفلوس وبعدين ترجع تاني وتقول له هاتها؟ لا، هو اللي هيجيلي ويقول لي خدها. حافظ انا مش فاهمه حاجه. اصبري بس يا دولت وانت تفهمي. جوزك ما يخطيش خطوه الا لما يبقى عارف هو رايح فين. بصراحه بقى يابا تقسمتها بالشعره. بالعكس انا ظلمت شوقي. ظلمته؟ ظلمته في ايه بقى يابا؟ ده واخد احسن 3 محلات ومقاسم اخوه في كل مليم وواخد تعويض عن المعمل كمان. برضه ما هوش قد حافظ. مش قده ليه؟ مش هو اللي عايز يقف قدامه وينافسه؟ شوقي ما عملش كده عشان يقف قدام حافظ وينافسه يا مختار. شوقي عمل كده وشال حمل ومسؤولية كبيرة هو في غنى عنهم عشان ما يطلعش صغير قدام الناس ويقولوا عليه بعر ابوه. مش عارف اقول لك مبروك ولا اتخانق معاك. اتخانق معاه عليها يا سعبوده. انت كمان مش مصدق ان انا ممكن امشي المحلات بتاعتي؟ طب بكره تشوف. مصر هيبقى فيها محلين باسم رضوان الحلواني، حافظ وشوقي. بس الناس شويه شويه هتقول لبعضيها محلات شوقي هي الانضف، هي الاحسن. يا اخويا انا ما بتكلمش لا على الشغل ولا على المحلات، انا بتكلم على الست زينب مراتك. زينب مالها؟ ابوها الاسطى جعفر كان بيدور عليك، قابلني عند قهوه التخت الملوكي وقال لي ان الست زينب غضبانه عنده في البيت. ايوه يا سيدي، اتخانقنا النهارده الصبح، سابت البيت الكبير وخدت عيالها وراحت على المغربلين. انا ماليش اتحشر في اللي ماليش فيه، لكن انت حبيبي وصاحبي، ما يصحش اشوفك في مشكله ولا اسالكش. ما هي برضه يا عبوده نفس المشكله. يعني احنا السبب برضه؟ انتوا مش السبب يا عبوده، انا السبب. السبب جوايا انا كده وما اقدرش اكون غير كده. ربنا خلقني كده وما اقدرش اتغير عن كده. انا بحب زينب، بحب مراتي وبيتي وعيالي، لكن برضه في نفس الوقت بحب هوايتي، بحب السمع والطرب واحب اعزف على العود. بحس يا عبوده وانا بعمل كده ان انا حر، وان دي حريتي الوحيده وما اقدرش اتخلى عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حرما يابا. جامعة يا بنت إن شاء الله. الله، أمال فين أحمد وحسين؟ أحمد وحسين اتعشوا وناموا. أحضر لك تاكل أنت كمان؟ إذا كنت هتاكلي معايا آكل، مش هتاكلي أنا ما بتعشاش. أنا ماليش نفسي يابا. غلط، لازم تاكلي، ده مش من حقي، ده من حق اللي في بطنك. ما تفكرنيش باللي في بطني ده، أو هيزود المبلة طين. أهو ده الكلام بقى اللي ما بحبش أسمعه، وبصراحة بقى أنت غلطانة. أيوه أنا عايز أقول لك كده من الصبح بس خايف لا تتقمصي. يا زينب مفيش راجل يحب مراته تعامله بالشكل ده أبدا. ليه يابا؟ هو أنا عملت فيه حاجة؟ ضايقتيه، زهقتيه من نفسه، خليتيه يحس كل لحظة إنه غلطان وإنه مقصر وإنه بيهمل في واجبه، خليتيه يتكسف من غيته للفن وسهره البريء مع أصحابه، كبست على نفسه بدل ما تهنيه وتحسسيه إن بيته أصبح جنته ومملكته. أنا عملت كده يابا؟ ده شوقي ذات نفسه ما قاليش كلمة من اللي أنت بتقولهم دول. لأنه لسه بيحبك وبيخاف على شعورك. كنت عايزة إيه؟ يقول لك كلمة تجرحك؟ يعني عايز نسكت يابا؟ أشوفه بيضيع في حقوقه ويفرط في مصلحته ويبعتر في فلوسه شمال ويمين واسكت؟ تبقي غلطانة لو سكتي. برضو؟ لا بقى، أنا احترت واحتار دليلي كمان. بالراحة، بالعقل، بالتفاهم،
بالحيلة. انت النهاردة متجوزة شوقي بقالك سنين، والمفروض تكوني فهمتيه وعرفتي تدخلي له منين. والحريم في الحتة دي ما تتوصاش، لانه شيء رباني في دمهم. امال بيقولوا كده النساء غلب كده الرجال ازاي؟ الآن أيها السيدات والآنسات والسادة، تبدأ حفلتنا الغنائية لهذه الليلة، وتحييها المطربة الكبيرة السيدة ملك. عبد البديع، انت يا راجل يا اللي اسمك عبد البديع، انت. انا صاحي يا ست احسان. ما انت صاحي ولا حاجه يا عبد البديع. قوم قوم نام على اول نومك. هي الساعه بقت كام دلوقتي؟ دقت 8 من شويه في الراديو. يبقى خلاص لسه بدري. انا هقعد استنى سي شوقي لما يرجع عشان اقعد معاه شويه قبل ما نسافر بكره. نسافر؟ نسافر فين يا راجل؟ الفيوم يا ست احسان. هي مش خلاص الثانويه عدت والمأموريه انتهت؟ يا راجل عايزني اسافر واسيب اخويا شوقي زعلان مع مراته؟ مش هستنى يومين 3 على ما ترجع زينب بيتها؟ واجب برضه يا ست احسان. بس انت عارفه انا واخد اجازه 3 ايام بس يا ست احسان. يبقى خلاص سافر انت وبعدين ابقى احصلك. ده لازم شوقي. حاضر. مساء الخير يا حسام.